أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل حد شغال بأنجلر، وهو مكتبة RxJS. هنفك سوا شفرة المكتبة القوية دي، ونشوف إزاي ممكن تبسط الكود اللي شكله معقد وتحوله لتدفقات بيانات منطقية وواضحة. أكيد كلنا بنقابل المشكلة دي لما بنتعامل مع بيانات مش بتوصل في نفس الوقت، زي مثلا داتا جاية من API أو حتى كليكات من المستخدم. طيب ArcGIS بقى بتقدم حلول عبقرية للمشاكل اللي من النوع ده. الفكرة كلها في RxJS قايمة على حاجة واحدة، الستريم أو تدفق البيانات. الفكرة إننا نتخيل إن أي حاجة بتحصل مع الوقت، سواء كليكات ماوس أو داتا راجعة من السيرفر، هي عبارة عن نهر من البيانات ماشي. والميزة بقى إن RxJS بتدينا أدوات تخلينا نتعامل مع كل الأنهار دي بنفس الطريقة. طيب سؤال مهم، هي RxJS دي مهمة قوي كده في Angular؟ الإجابة بسيطة، أيوة، دي تقريبا في كل حتة. يعني لما بنعمل طلبات HTTP أو بنراقب التغييرات اللي بتحصل في الفورم بتاعتنا، أو حتى لما بنستخدم حاجات متقدمة زي NGRX لإدارة الستيت، كل ده في قلبه RxJS. هي فعلا المحرك اللي بيشغل كل العمليات دي من ورا الكواليس. تمام. عشان نفهم RxJS كويس لازم نبدأ بأهم حاجة فيها، الأوبزرفبل. وأحسن طريقة نفهمه بيها هي إننا نقارنه بحاجة كلنا عارفينها وشغالين بيها، البروميس. بص، خلينا نتخيلها كده. البروميس ده عامل بالظبط زي ما نطلب اوردر ديليفري. الاوردر بيوصل مره واحده، خلاص الموضوع خلص. لكن الاوبزرفبل بقى ده عامل زي اشتراك نتفليكس، بنشترك مره واحده وبيفضل يجي لنا محتوى جديد طول الوقت، افلام ومسلسلات، قيم جديده بتوصل ورا بعض. طيب تعالوا نبص على الفروق دي بشكل أوضح. الأوبزرفبل زي ما قلنا ممكن يبعت أكتر من قيمة، مش قيمة واحدة بس. وحاجة تانية مهمة قوي إنه ليزي أو كسول. يعني إيه كسول؟ يعني مش بيشتغل من نفسه، لازم حد يعمل سبسكرايب أو يشترك فيه عشان يبدأ يبعت بيانات. والنقطة الأهم بقى إننا نقدر نلغي الاشتراك ده في أي وقت، ودي حاجة عظيمة جدا لأنها بتحمينا من مشكلة خطيرة اسمها الميموري ليكس، اللي هي لما عمليات تفضل شغالة في الخلفية وتستهلك الذاكرة على الفاضي. ودلوقتي نيجي للقلب النابض لRxJS، الأوبريتورز. دي بقى الأدوات السحرية اللي بتدينا القوة إننا نلعب في تدفقات البيانات دي زي ما احنا عايزين. الاوبريتورز دي بنحطها ورا بعضها جوه فانكشن اسمها بايب. الفكره زي ما يكون عندنا خط انتاج او ماسوره بيانات. الداتا بتدخل من اول الماسوره وتعدي على اول اوبريتور يعمل فيها حاجه وبعدين يسلمها للي بعده، وهكذا لحد ما تطلع في الاخر بالشكل اللي احنا عايزينه. نبدأ بأشهر وأبسط أوبريتور وهو ماب. وظيفته سهلة قوي، بياخد كل قيمة ماشية في الستريم ويطبق عليها فانكشن معينة عشان يحولها لقيمة تانية، بالظبط زي الماب اللي متعودين عليها مع الاريز في جافا سكريبت. طيب بصوا على الكود ده كده، عندنا سورس سب بيبعت أرقام حطيناها جوه بايب، وأول محطة هي ماب. الماب هنا بتعمل إيه؟ بتاخد كل رقم وتضربه في 2. في الآخر خالص السبسكرايب بتاعنا بيستقبل النتيجة النهائية اللي هي هتكون ضعف كل رقم ويطبعها. الأوبريتور التاني اللي لا غنى عنه هو فلتر، ومن اسمه كده وظيفته إنه يفلتر الداتا. يعني بيشوف كل قيمة، ولو عدت من الشرط اللي حاطينه يخليها تكمل، لو لأ بيمنعها. هنا في المثال ده الشرط اللي جوه فلتر بسيط جدا، هل الرقم ده زوجي ولا لا؟ فهو بيفلتر كل الارقام وبيعدي الارقام الزوجيه بس. فلو السورس بتاعنا بعت سلسله ارقام، اللي هيوصل في الاخر للسبسكرايب هي الارقام الزوجيه منهم وبس. تمام. ندخل بقى على واحد من الأوبريتورز الأقوى شوية، سويتش ماب. ده من عيلة المابينج اوبريتورز اللي بتتعامل مع observables جوه observables. اللي بيميز سويتش ماب عن اخواته زي ميرج ماب وكونكات ماب انه بيهتم باخر حاجه حصلت وبس. يعني لو جت قيمه جديده بيلغي اي عمليه قديمه كانت شغاله ويركز على الجديده، وهنشوف ده مفيد جدا ازاي. أحسن مثال يوضح قوة سويتش ماب هو الأوتو كومبليت في البحث. تخيلوا حد بيكتب بسرعة في مربع البحث، مع كل حرف بيطلع طلب API جديد. لو مفيش سويتش ماب ممكن طلبات ال API دي توصل بترتيب مختلف وتحصل لخبطة في النتائج اللي بنسميها ريس كونديشن. هنا بقى يجي دور سويتش ماب، أول ما طلب جديد يطلع بيكنسل أي طلب قديم كان لسه شغال، وبكده بنضمن إن النتيجة اللي هتتعرض هي بتاعت آخر حاجة اتكتبته بس. طيب كده فهمنا الأساسيات. تعالوا نتكلم عن نقطتين مهمين جدا في الشغل الحقيقي بRxJS: التعامل مع الأخطاء وتجنب مشكلة الميموري ليكس. طيب سؤال مهم، ايه اللي بيحصل لو الستريم بتاعنا حصل فيه مشكله؟ يعني مثلا طلب الاي بي اي فشل او حصل اي ايرور، هل التطبيق كله بيقع؟ وازاي نتعامل مع الموقف ده؟ قبل ما نعرف ازاي نتعامل مع الأخطاء لازم نفهم طبيعة الأوبزرفبل. الستريم ممكن يبعت قيم كتير، صفر أو أكتر، وفي الآخر بيحصلوا حاجة من اتنين: يا إما يكمل complete أو يحصل فيه خطأ error، وما ينفعش الاتنين يحصلوا.
والنقطة الأهم، لو حصل ايرور الستريم ده بينتهي تماما، بيموت وما بيبعتش أي قيم تانية بعد كده. واحدة من أشهر الطرق عشان نتعامل مع الأخطاء هي استراتيجية التقط واستبدل باستخدام الأوبريتور كاتش ايرور. اللي بيحصل إن كاتش ايرور ده بيصطاد الايرور أول ما يحصل وبيدينا فرصة إننا نرجع اوبزرفابل بديل. فمثلا لو طلب API فشل وجاب ايرور، ممكن جوه كاتش ايرور نرجع اوبزرفابل جديد فيه بس array فاضية، وبكده السبسكرايبر اللي مستني الداتا مش هيجيله ايرور، هيجيله array فاضية والتطبيق يكمل عادي من غير ما يقع. نروح بقى للمشكلة التانية، ودي مشكلة خطيرة جدا، تسريب الذاكرة أو الميموري ليكس. ببساطة لما بنعمل سبسكرايب جوه أي كومبوننت وبعدين الكومبوننت ده يتشال من الشاشة، لو نسينا نعمل unsubscribe الاشتراك ده هيفضل عايش في الذاكرة للأبد، ومع الوقت ده بيستهلك موارد الجهاز، بيبطئ التطبيق، وممكن يسبب مشاكل غريبة جدا وصعب نكتشفها. طب والحل إيه؟ الحل في نمط مشهور جدا وفعال اسمه take until. بصوا على الكود كده. الفكرة إننا بنعمل subject جديد وليكن اسمه destroy $، وجوه البايب بتاع أي سبسكريبشن بنحط الأوبريتور take until ونديله destroy $. ده ولما الكومبوننت خلاص هيموت في ال ng on destroy بنعمل next وcomplete للدستروي بتاعنا. الحركة دي بتدي إشارة لكل السبسكريبشنز اللي بتسمع له إنها تقفل نفسها اوتوماتيك. دي تعتبر أحسن طريقة للموضوع ده. تمام قوي، كده غطينا أهم المفاهيم. خلينا نختم بقى بشوية نصايح عملية وأفضل ممارسات تخلي كود ال RxJS بتاعنا أحسن وأكتر احترافية. أول حاجة، لو بنستخدم observable في ال HTML template يبقى نستخدم async pipe على طول. ده بيريحنا من السبسكرايب والunsubscribe وانجولار بيعمل كل حاجة. تاني حاجة، نخلي البايبلاين بتاعنا سهل يتقري. لو كبر قوي يبقى معقد ممكن نقسمه لدوال صغيرة، وزي ما أكدنا أي سبسكرايب بنعمله بإيدينا لازم نفتكر نعمله unsubscribe. وأخيراً نحاول ما نعدلش في أي حاجة بره الستريم. لو محتاجين نعمل لوجينج أو نشوف الداتا شكلها إيه في مرحلة معينة نستخدم تاب اوبريتور، ده معمول عشان كده. نقطة سريعة عن التستنج. اختبار الكود اللي فيه RxJS ممكن يكون تحدي عشان طبيعته الاسynchronous، بس في طرق كويسة للموضوع ده. أشهرها إننا بنستخدم subjects عشان نمثل الobservables اللي جاية من بره. ده بيدينا تحكم كامل في الاختبار، نقدر نبعت داتا وقت ما احنا عايزين ونتأكد إن البايبلاين بيتعامل معاها صح. ونختم بأهم نصيحة ممكن تطلعوا بيها من الشرح ده. السبسكرايب بلوك المفروض يكون فاضي تقريبا. كل الشغل، كل اللوجيك، كل التحويلات مكانها جوه البايب. هو ده التفكير التفاعلي أو الرياكتيف بروجرامينج. بدل ما نقول للبرنامج يعمل إيه خطوة بخطوة، إحنا بنوصف الداتا بتاعتنا وإيه المفروض يحصل لها. النقلة دي في التفكير هي اللي بتخلي RxJS قوية جدا وبتخلي الكود بتاعنا أنظف وأسهل في الصيانة.